اخيرا عملت فيديو الكيو&اي. دي حاجه كانت بتطلب مني كتير وما لقيتش انسب من مناسبه فتح القناه الجديده علشان اعمله. لو انت مش متابع، انا عملت بوست على الكوميونتي تاب بتاع ستوري تايم، طلبت من الناس يسالوني اي اسئله وانا هجاوبها. البوست في الوقت اللي بسجل فيه الفيديو ده عدى ال 500 كومنت، فاظن الفيديو ده هيطول شويه. بس قبل ما نبدا كده خلونا نعدي على اكتر اسئله مكرره قابلتني. اول سؤال اتسالته على قناتي الجديده اللي اسمها مصطفى هو: انت اسمك ايه؟ طيب عموما كان في اسئله كتير شخصيه زي كده، زي سنك كام، ايه مجال دراستك. انا مواليد 1996، يعني حاليا عندي 26 سنه وشويه. انا درست باي تكنولوجي في الجامعه، وده مجال بيشمل لكن لا يقتصر على الهندسه الوراثيه. بس اكتر سؤال فعلا زي ما توقعت اتكرر كتير هو: ليه بتقطع فترات طويلة من القناة؟ اسباب انقطاعاتي عن القناة كانت بتختلف. من 2016 لحد 2018 السبب كانت دراسة، علشان كنت لسه في الجامعة وقتها. من 2018 لحد 2021 كنت بشتغل في كذا مكان، اهمهم جيمز تو ايجيبت زي ما انتوا عارفين. بس في اواخر 2021 اتعينت في الجامعة كمان، وده فعلا اللي خلاني مش قادر اطلاقا اعمل فيديوهات بسبب شغل التدريس من ناحية والتحضير والبحث العلمي للدراسات العليا من ناحية تانية. القناة وقعت وقعة وحشة قوي في الفترة دي، وده كان من ضمن اسباب اني اخدت قرار اني اركز على يوتيوب بشكل اساسي، لاني بحبه وبحب قناتي اللي تعبت فيها قوي، وبحب المشاهدين اللي بيستنوا لي كل فيديو. علشان كده لو تلاحظوا الفترة الاخيرة انا انتاجي بقى اكبر بشكل ملحوظ. هو اي نعم الشهر اللي فات قطعت شوية، بس الصراحة السبب كان اني كنت في فاكيشن، كنت بتفسح في اليابان. بس عموما انا رجعت اهو، ودلوقتي هعمل فيديوهات بانتظام، واتمنى يعني اني افضل منتظم كده. سؤال تاني متكرر: ليه مش بتظهر بوشك، او هتظهر وشك امتى؟ السبب اني مش بظهر على الكاميرا هو بشكل اساسي ان المحتوى بتاعي مش محتاج حاجة زي كده. بس في سبب تاني هو اني مش مستريح قوي مع فكرة الشهرة وكده. يمكن قدام شوية هبقى مستريح اكتر اني اقدم على خطوة زي دي، مين عارف، بس حاليا لا. في ناس كتير بقى سألتني عن ايه اكتر حاجة مفضلة ليا من عدة حاجات يعني، فانا هرصهم دلوقتي ورا بعض. ايه هي لعبتك المفضلة؟ الاجابة هي طبعا باي شوك. ايه هو فيلمك المفضل؟ ذا جاد فاذر. ايه هو المسلسل التلفزيوني المفضل عندك؟ بريكنج باد / بيتر كول سول. انا بعتبر الاثنين مسلسل واحد. ايه هو الانمي المفضل عندك؟ اتاك اون تايتن هو احسن انمي شفته في حياتي، يليه على طول ديث نوت. ايه هو العمل الادبي المفضل عندك، او ايه هي روايتك المفضلة؟ روايتي المفضلة هي لميزرابل بتاعت فيكتور هوجو. دي بالنسبة لي البينكل بتاع الادب والقصص. انا قريت الروايه دي وانا في ثانوي تقريبا، وفعلا دي كانت اجمل تجربه ادبيه خضتها في حياتي. ايه هي الكوميكس المفضله عندك؟ ده الصراحه سؤال صعب شويه، بس انا فعلا بحب سلسله ذا ووكينج ديد. الكوميكس مش المسلسل. المسلسل تحول لمهزله كبيره. الكوميك المفضل عندي مش تبع مارفل ولا دي سي. بس بمناسبه مارفل ودي سي اتسالت كتير ايه هي الشخصيه المفضله عندك من الاثنين. بالنسبه لدي سي بطلي المفضل هو سوبرمان. انا بحب فكرة سوبرمان ان هو كائن قوي جدا لدرجة انه يقدر يحكم الارض كلها، بس مع ذلك بيختار انه يحميها. انا عاجبني الفكرة دي. بالنسبة لمارفل انا زي كل الناس بحب سبايدر مان قوي، بس الفترة الاخيرة بدأت ازهق من الابطال اللي مهما حصل مش بيقتلوا الاشرار. علشان كده بدأت اتحرك شوية ناحية الابطال اللي ما عندهمش مشكلة مع ده، زي وولفرين مثلا. غير بقى الحاجات دي كلها، في سؤال كده اتكرر شوية. السؤال الوحيد اللي عايز اعرفه هو: انت لويجي ولا لا؟ لان صوتك انت ولويجي في الفيديوهات زي بعض. لويجي عامل ايه؟ هو انت هو لويجي ولا صوتكم شبه بعض؟ ليه مش راضي تعترف انك لويجي، او ان لويجي انت؟ هو انت لويجي؟ انت لويجي متنكر صح؟ اعترف، هو انت لويجي؟ الحقيقه يعني انا فلاترد وكل حاجه ان انتوا فاكرين ان انا ولويجي نفس الشخص، لان هو يوتيوبر جامد جدا وانا بحبه وبتابعه، بس فعلا انا مش عارف ليه الناس بتتلخبط بينا. احنا مش نفس الشخص. عموما لو بتتفرج عليا دلوقتي وما تعرفش لويجي وقناته، فانصحك بشده تروح تشترك هناك، لان الكونتنت بتاعه حلو قوي. ماما ميا. احنا عملنا شويه كولابس برضو، هتلاقوها في البلاي ليست بتاعت الكولابريشنز، وناويين نعمل كولابس اكتر خصوصا على القناه الجديده، فخلوكم متابعينا. بعد ما خلصنا الاسئله المتكرره خلونا بقى نشوف باقي الاسئله. انا هحاول اجاوب على اغلب الاسئله، بس طبعا هيبقى فيه اسئله مكرره، فانا هجاوب على كل سؤال مره واحده. فلو لقيتوني بجاوب على جزء من سؤال وسايب جزء، اعرفوا اني جاوبت على الجزء ده في حته تانية من الفيديو ومش عايز اكرر نفسي. انا اسف لو حد منكم السؤال بتاعه ما اتجاوبش
اجاوبش عليه، بس فعلا عدد الكومنتات ضخم جدا. لو هجاوب على كل واحد الفيديو هيبقى 3 ايام. لويجي نفسه اهو بيسأل يعني ايه تين فويل هات؟ تين فويل هات يا لويجي هو لفظ دارج بيوصف الناس المؤمنين بنظرية المؤامرة، زي ان الارض مسطحة، او ان حكام الدول هم سحالي متنكرة في جلد بشر، او ان صاحب قناة ستوري تايم هو لويجي بس بيكذب على الناس لسبب ما. نوفا اكس جيمنج بيسأل ايه اكتر 3 العاب مميزين وخدت معاهم تجربة لا تنسى من حيث القصة؟ رقم 1 باي شوك بالذات الجزء الاول. رقم 2 ميتال جير بالذات ميتال جير سوليد 3. رقم 3 سايلنت هيل 2. ال3 العاب دول بالنسبة لي يعني اجمل 3 قصص طلعوا في تاريخ الالعاب كلهم يعني، ومن اجمل القصص اللي في تاريخ البشرية. انت فان بوي لمارفل ولا دي سي؟ انا ما بحبش اوصف نفسي ان انا فان بوي، يعني انا بحب استمتع بالحلو من هنا والحلو من هنا، يعني انا مش مطالب ان انا ابقى اتعصب لواحد منهم دونا عن التاني. بس لو سؤالك هو انا بفضل مين على الاقل حاليا في الفترة الحالية، انا بفضل مارفل. هل ستار وورز سلسلة تستحق المتابعة؟ يعني ربنا يستر محدش يغتلني، بس في رأيي انا الاوريجينال تريلوجي بس هي اللي تستحق المشاهدة. اي حاجة بعد الاوريجينال تريلوجي الصراحة ما عجبتنيش يعني خالص. في حد بيسأل هل حد عمل لك ريك رول قبل كده؟ كتير. انا اصلا عملت فيديو كامل بحكي فيه كل المرات اللي اتعمل لي فيها ريك رول وازاي وكان ايه رد فعلي عليها، هبقى اسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن. استريس بيسألني كيفية ومراحل الكتابة للحلقة الواحدة. ده بيختلف جامد من فيديو للتاني. لو بتكلم عن كونسبت او مفهوم او مصطلح او حاجة، ببدأ اكتب بس كده ايه يعني افكار كده اللي هي الاوتلاينز اللي عايز اتكلم عنها عشان ما انساش حاجه، وبعد كده بقعد اخد كل واحده منها واقعد اوسعها، وفي نفس الوقت يعني بشكل متوازي بعمل الريسيرش اللي انا محتاجه. ساعات بكتب يعني اجزاء كامله وبعد كده بمسحها، وساعات اثناء ما انا بسجل بضيف حاجات، فالموضوع يعني مش ثابت، بيختلف جامد ما بين كل موضوع والتاني. كام كوميك قريت في حياتك وافضل كوميك وشخصيه بالنسبه لك؟ يعني انا حقيقي ما اعرفش كام كوميك قريته في حياتي. هو الفيديو بيقعد معاك كام ساعه من البحث والقرايه والمونتاج؟ بيختلف جامد من فيديو للتاني، بس يعني في المتوسط كده لو الفيديو من 10 ل 12 دقيقه، ممكن يعني في البحث والقرايه دي ممكن الموضوع يوصل من 4 ل 6 ساعات مثلا، احيانا اقل احيانا اكتر، يعني بيختلف حسب الموضوع. المونتاج ده اكتر حاجه بتطول معايا، يعني احيانا بيعدي ل10 ساعات. لو خلوك تختار فيديو من فيديوهاتك وتخليه تعريف للقناه، ايه الفيديو اللي تختاره؟ انا اوريدي يعني عامل الفيتشرد فيديو بتاع اللي هو الناس الاوريدي سبسكرايبرز لما بيخشوا على القناه بيلاقوا الفيديو اللي هو بتاع انواع القصص، اللي هو الفرق ما بين الفانتسي والخيال العلمي وانواع الفانتسي وانواع الخيال العلمي. هو الفيديو ده انا اوريدي حاطه عشان يعرف القناه ويبقى مدخل لنوعيه المحتوى اللي انا بقدمه. سؤال تاني، كيف كان احساسك لما تم الاعلان عن لعبه جودس؟ اتبسطت جدا، انا بقالي كتير جدا مستني اللعبه بتاعت جوست ستوري جيمز، وفعلا فرحت قوي لما شفتها في الجيم اووردز. هل حاسس ان المخرج كين ليفين فعلا نفسه يسوي لعبه تتفوق على باي شوك؟ اكيد يعني، بس هل فعلا بقى تتفوق على باي شوك دي؟ الصراحه يعني انا مش عارف اتخيل. ايه رايك في فكره فيديو العاب اعتمدت على سرد قصتها بشكل غير مباشر؟ انا عايز اقول لك ان انا بالفعل حاطط في الخطه بتاعتي ان انا هعمل فيديو عن الانفايرمنتال ستوري تيلينج، يعني اوريدي وكتبت جزء من السكريبت فعلا. الخيميائي بيسالني ليه بطلت فيديوهات الكوميكس من مارفل ودي سي؟ ده سؤال غريب لان انا ما بطلتش خالص، يعني محتوى مارفل ودي سي مغرق القناه عندي، يعني بالعكس ده انا بحب اخد بريك منه من وقت للتاني عشان بحس ان انا كترت منه قوي. وهل ينفع في القناه الجديده تهتم بعالم مارفل ودي سي السينمائي؟ يعني انا اوريدي بهتم بيهم جامد في ستوري تايم. عمر شاكر، هل في فيديو قريب لشرح سلسله دارك ميتال؟ يعني نيفر سي نيفر، ممكن ليه لا. يحيى بلال بيسال، يحيى بلال ده واحد من اقدم المتابعين عندي عشان تعرفوا بس ان انا ببقى عارفكم. ايه هي اكتر نوع قصص بتستمتع وانت بتعمله اكتر في الفيديوهات؟ الكوميكس ولا الالعاب ولا المفاهيم الادبيه او التلفزيونيه او الافلام؟ بالنسبه لي رقم 1 المفاهيم الادبيه، ده اكتر نوع فيديوهات بقى بستمتع قوي وانا بعمله. بالنسبه بقى للميديا عموما بقى اللي هي الكوميكس والافلام والالعاب والحاجات دي، انا مفضل عندي الالعاب دي، هوايتي المفضله، فبالتالي هي يعني تاني اكتر حاجه بحب اتكلم عنها بعد المفاهيم الادبيه. هل ناوي تكمل على سلسله الالعاب؟ اكيد، يعني هي مش سلسله معينه، بس انا ناوي اتكلم عن الالعاب عموما كتير. مستر اوسم
بيقول ليه فيديوهاتك دايما اسطوريه ومحبوكه بشكل رهيب على جميع النواحي من سرد ومحتوى بصري وحتى الموسيقى. يعني يا مستر قاسم انت اللي قاسم والله، يعني شكرا جدا على الكلام الجميل ده. ازاي خليت لغتك الانجليزيه قويه كفايه؟ بالتدريب. يعني بقرا حاجات كتير بالانجليزي، بتفرج على افلام كتير انجليزي، بسمع اغاني كتير انجليزي، مع الاهتمام بالكلمات والكلام ده. ولو في حاجه وقفت قدامي بروح اترجمها، مش بكسل. اظن هو ده اللي هيخليك تبقى قوي في اللغه، انك ما تكسلش، انك كل ما تقابلك كلمه مش فاهمها تروح تترجمها. ايه رايك في لعبه ديسكو اليزيوم؟ لسه ما لعبتهاش للاسف. وريتيرن اوف ذا اوبرا دين، انا بحب ريتيرن اوف ذا اوبرا دين جدا جدا جدا، لعبه فعلا جميلة. سؤال تاني، ازاي قدرت تكسب هذا القدر من المعرفة؟ وهل كنت تبحث عن موضوع الفيديو كأنه سؤال خطر في بالك، او انك تعلمت على هذه الافكار وحبيت تقدمها؟ انا اوريدي بحب اقرا عن الحاجات دي عموما، بعيدا عن محتوى القناة انا بحب اقرا عن الحاجات دي، انما مش بروح ابحث مخصوص على مصطلحات عشان اشرحها. وهل تخصصك الجامعي ساعدك في مجالك بشكل عام؟ ممكن ده يكون ساعدني شوية في ان انا افهم الالعاب اللي بيبقى فيها ساينس فيكشن وتفاصيل زي كده، وبالتالي برضو سهل عليا شرحها. بس يعني ما اظنش ان هو تخصصي الجامعي ساعدني بشكل كبير قوي يعني يستحق الذكر. محمد عبد الستار بيسأل ايه رأيك في تحويل الالعاب لافلام ومسلسلات زي ما حصل مع The Last of Us؟ انا شخصيا بكره الموضوع ده جدا. انا شايف ان لو في لعبة حلوة روح العبها، لو في فيلم حلو روح اتفرج عليه، في رواية حلوة روح اقراها، انما نقعد نحول حاجات لبعض ده يعني انا غالبا ما بحبوش. بس بالرغم من كده اكيد بيبقى فيه ادابتيشنز كويسة، مش كلهم بيبقوا وحشين. بس انا شخصيا لما بقابل خبر مثلا عن تحويل حاجة لحاجة، الرد الفعل الأول ليا هو التشكك. حمزة بيسألني ممكن ترجع لسلسلة جونجي إيتو؟ كانت ممتازة. بالنسبة لموضوع سلسلة جونجي إيتو ده أنا في أسئلة كتير جات لي عليه عموما على البوست ده أو غير البوست ده. أنا شخصيا يعني ما بحبش الهاكس، ما بحبش الشورت كاتس اللي هو الكونتنت او المحتوى السهل اللي انت ما بتعملش فيه مجهود قوي وما بتحطش فيه انبوت او يعني حاجه من عندك. انا لما قابلت القصص بتاعت جونجي ايتو عجبتني قوي، وحبيتها قوي وحبيت اشاركها مع الناس، فعشان كده في حماسي ده عملت فيديوهات عنها وكده. بس بعد كده يعني بعد كام فيديو استوعبت ان انا ما بعملش حاجه، انا بس قاعد بحكي القصه. يعني على عكس مثلا فيديوهات تانية بقعد اشرح واحلل واقول تفاصيل وبتاع، مع قصص جونجي ايتو انا بس بحكي القصه مش بعمل حاجه تانية. عشان كده الصراحه يعني حسيت ان اللي انا بعمله ده مش لطيف، او على الاقل يعني مش بتعبر عني انا ككونتنت كرييتور. كم من الوقت تحتاج لانجاز حلقه واحده، وهل هناك من يساعدك؟ يعني انا on average بحتاج 3 ايام عشان اعمل فيديو واحد، 3 ايام كاملين شغل. وانا ما اعرفش الصراحه ليه بطول كده. بس هل هناك من يساعدك؟ لا، يمكن ده جزء من السبب ان انا بطول، ان انا كل حاجه بعملها بنفسي. انا اللي بكتب السكريبت، انا اللي براجعه، انا اللي بسجل، انا اللي بعمل اديت للصوت، انا اللي بعمل اديت للفيديو، انا اللي بظبط الفيديو على يوتيوب واظبط الميتا داتا، انا اللي بعمل الترجمه، انا اللي بعمل كل حاجه لوحدي. ازاي بتخلي صوتك واضح وجميل للمستمع؟ وهل انت تستخدم تطبيق عشان تسويها او هو طبيعي؟ يعني انا ما بعملش حاجه تخلي صوتي يتغير، او اظن هو صوتي كده، فشكرا لو انت شايفه واضح وجميل. بس يعني بالنسبه للتطبيقات اللي بستعملها، يعني لو حابب تعرف المعلومه، انا بستعمل اوداسيتي عشان اعمل اديت للتسجيل بتاعي. يمكن اللي بيخلي الصوت واضح ونقي هو ان انا بهتم قوي بان انا بشيل اي نوع من الاصوات اللي اللسان بيعملها او يعني حركه البق، بهتم قوي ان انا اشيلها. وبعمل طبعا يعني عزل للصوت الدوشه اللي بيبقى في الخلفيه. فاظن الحاجات دي بتخلي الصوت يعني واضح. انت تقدر تسافر عبر الزمن؟ طبعا. لو تقدر ازاي الاهرامات اتبنت؟ انت بتتحداني يعني. ترشيحات افلام والعاب ومسلسلات مفضله عندك؟ اظن ده هيبقى جزء من المحتوى اللي انا هقدمه على القناه دي، ففي فيديوهات هتبقى على الموضوع ده. هترجع لجيمز تو ايجيبت ولا لا؟ انا اوريدي يعني انا بطلت اعمل فيديوهات هناك عشان حبيت بس اركز على شغلي الخاص، ولكن ما فيش مانع ان انا يعني ارجع اعمل معاهم فيديوهات تاني. انا بحبهم جدا وبحب اشتغل معاهم جدا. من اي بلد انت؟ انا من مصر. انت ازاي بتصنع فيديوهاتك؟ يعني انا ببدا بالسكريبت، بعد ما بكتبه بسجله، بعد كده بعمل اديت للتسجيل، لان انا ببقى عايز صوتي يبقى نقي وواضح وما فيهوش اي نوع من الديستراكشنز. بعد كده بعمل الايديتنج، ودي يعني اطول بروسيس، اطول حاجه بتاخد وقت معايا. بعد كده برفع الفيديو، بعد اضيف الميتا داتا، وبعد كده بعد اترجمه عشان خاطر احط الترجمه باللغه العربيه الفصحى، وبس كده. عمرك كتبت او فكرت تكتب قصه او سكريبت او سيناريو؟ في الحقيقه
انا اوريدي كتبت كام قصه، مين عارف يمكن اشارك مشاهدين بعضهم قدام شويه في القناه. بتلعب العاب اونلاين؟ لا انا ما بحبش العاب الاونلاين ولا العاب المالتي بلاير. ايه هي اكتر 5 العاب سنجل بلاير بتحبها؟ انا اكيد هعمل فيديو بتكلم عن العابي المفضله، يعني استناه. يوسف بيقول لي ممكن ترجع لتلخيص الافلام علشان عجبني ملخص سلسله ذا ماتريكس. اولا انا مش بلخص الافلام، في فرق ما بين ان انا اجيب فيلم واقعد بس يعني احكي الاحداث المهمه اللي فيه وعشان اقصر طوله، وبين ان انا احكي الافكار بتاعته والحاجات اللي بين السطور واحلل الاحداث والمقصود منها. يعني انا ما بحبش موضوع تلخيص الافلام ده، يعني شرح الافلام وتحليلها انا بحب ده وبعمل ده، انما تلخيص لا. بس هل لو في مثلا سلسله افلام او فيلم معين فيه فكره حلوه عايز احللها واناقشها معاكم هعملها اكيد. طاهر بيسال افضل فيلم مقتبس من كوميكس اتفرجت عليه. افضل فيلم يعني ربما انفينيتي وور، انا بحب انفينيتي وور جدا واحسن من الكوميكس اللي اتبان عليها اصلا بكتير. اسلام بيقول لي يا ريت تعرفنا عن نفسك وعن ايه مجال دراستك واهتماماتك. بالنسبه لاهتماماتي Art, Literature, Philosophy, Science. بتتفرج على انمي او بتقرا مانجا؟ اكيد احسن انمي ومانجا اتاك اون تايتن، ممكن تعمل مراجعه ليهم على القناه، وارد ليه لا. استمر في تقديم العظمه، شكرا. سؤال: ما هو النوع المفضل من الالعاب بالنسبه لك؟ انا بحب العاب الستيلز اكتر حاجه، ده النوع المفضل بالنسبه لي على الاطلاق. ايه رايك بعالم سايبر بانك وهل جسده المستقبل؟ انا ما لعبتش سايبر بانك ومش متحمس خالص اني العبها الصراحه. هل جسده المستقبل يعني انا ما عنديش النظره المتشائمه دي للمستقبل زي ناس كتير. ايهاب اسامه بيسالني انت انهي نوع من الجيمر؟ اصل حاسك مش بتتكلم عن الالعاب كتير. انا هتكلم اكتر عن الالعاب. انا انهي نوع من الجيمر؟ انا بحب الستوري دريفن سنجل بلاير جيمز، بحب الالعاب السنجل بلاير بتركز على القصه، ما بحبش العاب المالتي بلاير، ما بحبش العاب الاونلاين. لو في لعبه فيها اونلاين بقوم قافله واقعد العب اوفلاين، ما بحبش الاونلاين خالص. ايه رايك في لعبه مترو لاست لايت؟ جميله جدا، لعبه ممتازه من احسن الشوترز اللي لعبتهم في حياتي. كيف اتت عندك فكره التقديم بالقناه وكيف كانت البدايات؟ هل كان المحتوى الحالي فكره جت ببالك بالبدايه ولا كيف وصلت ليها؟ موضوع بدايه القناه ده يعني مضحك شويه. ان انا في الاول خالص يعني السبب اللي خلاني اعملها هو ان وقتها جيم اوف ثرونز كان لسه شغال وانا كنت بحب المسلسل ده قبل ما ينهار يعني في الاخر، فعلشان كده مسكت الكتب الاصليه بتاعت سونج اوف ايس اند فاير ويعني كلتها، يعني كان فعلا ناقص اكل الورق. انا كنت معجب قوي 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 بالقصه وكنت عايز بقى ايه، لقيت تفاصيل كتير قوي مش موجوده في المسلسل فانا كنت عايز اشرحها واحكي عنها، وحسيت ان ده مش موجود كتير في اليوتيوب العربي، فقلت خلاص ممكن اعمل قناه على يوتيوب اشرح التفاصيل دي. عشان كده حتى هتلاقي اول فيديو على القناه فيديو لجيم اوف ثرونز، دي مش صدفه. بس بعد كده قلت لنفسي يعني ايه اللي يخليني اخلي القناه كلها عن جيم اوف ثرونز بس، ما انا اوسعها واخليها تتكلم عن القصص عموما. ايه كان شغلك الاساسي قبل القناه وازاي بدا حبك للجيمنج والكوميك بوكس؟ يعني انا حقيقي مش فاكر امتى بدات احب الجيمنج، لان انا يعني اقدم ذكرى ليا انا قاعد بلعب يعني من ايام سوبر ماريو براذرز قاعد بلعب. بالنسبه للكوميكس فانا برضو بقراها من زمان جدا، يعني من ساعه ما اتعلمت القرايه برضو. ايه هو اكتر شيء بتقضي وقتك عليه، الالعاب ولا الافلام والمسلسلات او الكوميك؟ لان قناتك شامله الجميع. انا اكتر هوايه بحبها وبحط وقت كتير فيها هي الالعاب، يليها ربما المسلسلات. انا بحب المسلسلات اكتر من الافلام، والافلام بقى والقرايه والحاجات دي بشكل متساوي بالنسبه لي. ايه اكتر جانرا بتحبها في القصص؟ انا التوجه المفضل عندي في الادب عموما هو الرومانتسيزم، ودي مش معناها رومانسيه، دي حاجه تانية اسمها رومانتيكيه. الرومانتسيزم ده يعني ممكن اعمل فيديو كامل اصلا بتكلم عن الموضوع ده، بس لو هلخص كده فهي التوجه اللي بيركز على المشاعر بتاعت الشخصيات، بتركز على علاقه الانسان بالطبيعه بالكون حواليه، باحساسه بان في حاجه اعظم منه. يعني الارك ده او التوجه ده انا بحبه جدا، فايا كان بقى السيتنج سواء بقى فانتازيا ساينس فيكشن ايا كان، طالما بيوظف الاحساس ده فانا بحبه. بس لو هنتكلم عن اكتر سيتنج انا بحبه فاظن المفضل عندي هو الهاي فانتسي. يعني بحب قوي الفكره اللي هو عالم بالكامل خيالي ومليان اجناس مختلفه خياليه وثقافات خياليه والكلام ده كله. ايه رايك في المانجا عموما؟ انا بحب الستايل بتاع اليابانيين قوي في كتابه القصص،
سواء بقى كانت كوميكس او العاب او كده انا بحبه جدا. هم شاطرين جدا في الحاجات دي. بالنسبه لبرزيرك انا الصراحه ما قريتهاش لسه، انا لسه يعني انا بخطط ان انا اقراها. هل شايف ان شخصيه كريتوس من اول جزء شخصيه عميقه؟ لا، هو بدا يبقى شخصيه حلوه وعميقه وليها ابعاد مع الجزء الجديد بتاع 2018. يا ريت تتكلم عن ذا بويز، انا لسه ما مستني ذا بويز يخلص عشان اتفرج عليه، انما ما اعرفش اي حاجه عنه حاليا. ما رايك في توجه عالم مارفل خاصه بعد احداث اند جيم؟ هو التوجه بتاع المالتيفيرس جميل جدا وحمسني جدا، ولكن انا ما اعرفش الصراحه هما بيعملوا ايه دلوقتي. يعني بقالهم فتره كده يعني خاربين الدنيا على الاخر، بس اتمنى ان هما يرجعوا تاني يعني اون تراك ويرجعوا يعملوا حاجات حلوه زي الانفينيتي ساجا كده، لان فكره المالتيفيرس اوريدي فكره حلوه قوي ويعني ماتيريال حلوه قوي، فانا مش عارف هم ليه عمالين بيضيعوها دلوقتي كده. سؤالي وحيد، ايه هو نوع المايك؟ انا بستخدم مايك QTU، سامسونج QTU، هو كويس جدا الحقيقه. علاء بيسالني ليه مفيش موعد ثابت لتنزيل الفيديوهات كل اسبوع؟ الصراحه يعني ده كوميتمنت انا ما اقدرش عليه، يعني انا بحاول ان انا انزل فيديوهات كل اسبوع، بس ان انا ادي ميعاد ثابت دي يعني وعد انا خايف ما اقدرش التزم بيه. ايه احسن، كنافه بالقشطه ولا شاي بالنعناع؟ انا في رايي احسن حاجه كنافه بالنعناع. وتاكو بيسالني ايه رايك في بورتو زي الزفت؟ مين احسن شخصيه رئيسيه في الالعاب عندك؟ شخصيه رئيسيه تقصد البروتاغونست ولا شخصيه ميجر؟ لو تقصد شخصيه ميجر فهو اندرو رايان بتاع باي شوك، انما لو هنتكلم عن شخصيه احسن شخصيه بروتاغونست فدي صعبه، يعني في كتير قوي بحبهم. يعني بحب إتسيو بتاع اساسن كريد، بحب سوليد سنيك بتاع ميتال جير، بحب القطه اللي في ستري، بحب القطط عموما. يعني ممكن قدام شويه لما ارتب افكاري اعمل فيديو كامل عن شخصيتي المفضله في الالعاب. لو عندك قدره تغير نهايه مسلسل ايه هي النهايه اللي هتغيرها؟ جيم اوف ثرونز طبعا، القرف اللي حصل في جيم اوف ثرونز دوت، يعني لو عندي قدره ان انا يعني امسحه من ذاكرتي. يعني مروان بيسالني هو انت جيمر؟ اكيد. بتفضل الكونسول ولا البي سي؟ انا بفضل البي سي، يعني نظريا بفضل البي سي، بس يعني البي سي اثبت ان هو طلباته كتير قوي قوي. الكونسول قد يكون بديل مريح اكتر، بس نظريا بعيدا عن الطلبات والماديات والحاجات دي يعني البي سي افضل. منين معرفتك بالكوميكس والمعلومات التقنيه عن الستوري تيلينج والناريتيف ستايلز؟ انا بحب اقرا قوي عن الحاجات دي، بحب اقرا اسايز وارتكلز واتفرج على فيديو اسايز، ويعني انا بحب الموضوع ده وبقرا عنه كتير، عشان كده يعني قد يعني اكون عندي شويه معرفه في المجال ده. كيلر 9 بيسالني ايه هو افضل روايات من تصنيف فانتازيا بالنسبه لك؟ A Song of Ice and Fire هي رقم 1 بالنسبه لي في تصنيف الفانتازيا، يعني احسن بالنسبه لي حتى من Lord of the Rings. حسن يوسف بيسالني بتتابع دراما عربيه وايه رايك فيها بشكل عام؟ لا انا مش بتابع مسلسلات عربي خالص. كل مره بحاول يعني باحبط وبشوف يعني حاجات بتوجع عيني. هل في بقى يعني هل كل المسلسلات العربي وحشه؟ اكيد لا، اكيد في مسلسل عربي حلو في مكان ما، بس يعني انا يعني عشان الاقيه مضطر اعدي على قرف كتير، فانا ما اقدرش على الكلام ده الصراحه. ايه هي الالعاب اللي متحمس لها من عرض جيف كيلي الاخير؟ جودس طبعا، جودس بتاعت جوست ستوري جيمز. ادوارد مايلز برضو من متابعيني القدام بيقول لي لماذا القصص؟ انا بحب القصص جدا، انا بحب فن القصه قوي قوي، يعني دي هوايتي المفضله، وحتى الالعاب اللي بلعبها اللي هي هوايتي المفضله بلعب بس اللعب اللي فيها قصص، فاهم قصدي؟ هل في مشروع سلسله قادم في القريب زي ديفل ماي كراي او اساسن كريد؟ ممكن. اساسن كريد كبرت قوي ووسعت قوي بشكل هيخليني صعب جدا امسكها من اولها لاخرها، خصوصا ان يعني في الاواخر بقت ما تستاهلش الصراحه. بالنسبه لديفل ماي كراي انا اوريدي شرحت كل حاجه، ناقص جزء واحد بس، مش عارف الصراحه اشرحه ولا لا، بس مين عارف ممكن اشرحه في يوم من الايام. ما هي اكتر سلسله او ميديا تحس تحتاج انعاش او ريبوت او تحسينات ضروريه؟ يعني سايلنت هيل بالنسبه لي هي اكتر ويستد بوتنشال ضايع بسبب الشركه المعاقه اللي اسمها كونامي. في اجزاء جديده جايه الله اعلم هتبقى حلوه، الله اعلم هتبقى قرف زي اللي عملوه في الفترة الأخيرة، معرفش، بس دي بالنسبة لي أكتر يعني سلسلة فعلا نفسي أشوف منها إنتاجات كتير. في سلسلة برضو هي أساسنز كريد، أنا نفسي يبطلوا اللي بيعملوه ده، نفسي أولا نفسي يرموا الار بي جي تماما، يرموه في الزبالة، يعني ده مش مكانه. أنا عايزهم يركزوا على الستيلز، حسب كلامهم الجزء اللي جاي هيكون كده، فالله أعلم بقى هل فعلا هيبقى حلو ولا لأ. سؤال هنا بيقول لي ليه شايف إن مجتمع الألعاب بيسيئوا استخدام مصطلح التنافر بتاع اللعب والسرد؟ أنا اصلا ما بحبش المصطلح ده، وناوي اعمل فيديو كامل بشرح ليه انا ما بحبوش، فاستنى الفيديو دوت هتلاقيه على القناه الشخصيه برضو. ايه هي افضل لعبه بالنسبه لك من اللي انت شرحتهم؟ بايو شوك. علي برو بيسالني مين اول شخص دعمك في قناتك؟ كل اصحابي،
يعني مش فاكر خالص ان في اي حد منهم يعني قال لي لا مثلا ما تعملش كده، او يعني حتى لما كنت بعمل فيديوهات التعبانه اللي في الاول كانوا بيشجعوني بيقولوا لي حلوه والكلام ده كله. هل كنت متوقع النجاح اللي حققته اول ما قررت تدخل اليوتيوب؟ لا خالص. انا فاكر ان انا لما وصلت 2000 مشترك قلت انا كده خلاص وصلت للقمه. هاكر بيسالني اسئله كتير قوي، انا جاوبت بعضهم. يعني في منهم لو كنت سبايدر مان كنت هتعمل ايه؟ اكيد كنت هسوينج تاني، كنت هنسى اصلا احارب الجريمه. هل انت مبرمج؟ لا بعرف اعمل هلو وورلد دي بس بتاعت الاتش ام ال. كم وزنك؟ ايه ده؟ سؤال اضافي، هل انت ربوت؟ لا انا مش ربوت. هل انت عندك حيوان اليف؟ يعني كان عندي حيوانات كتير قوي بس حاليا في الوقت الحالي عندي كلب. متزوج؟ هل تحب متابعينك؟ اكيد طبعا. عبده بيسالني هل يوجد المزيد من ملخصات قصص الالعاب في المستقبل؟ يعني انا ما بعملش ملخصات، انا بعمل شرح. بس الاجابه يعني على سؤالك انا ناوي اشرح قصص العاب كتير في المستقبل. عمر بيسالني بخصوص الكوميك، انت قريتهم كلهم وبعدين بترجع من ذكرياتك ولا انت بتدور عليهم؟ اكيد يعني انا مستحيل اقدر اعتمد على ذاكرتي وانا بكتب سكريبت، اكيد براجع وبعمل ريسيرش اثناء ما انا بكتب عشان ما اغلطش. ليه ما بتعملش افكار جديده عن افلام مارفل ومكتفي بس بتعريف الشخصيات؟ هو موضوع تعريف الشخصيات ده عشان بس في شخصيات كتير جديده بتتقدم دلوقتي في الافلام، فانا يعني عايز اغطيهم قدام شويه. اكيد يعني لما خلاص بقى عرفنا كل الشخصيات هبدا بقى اتوجه لمواضيع تانية وبعيدا عن مارفل اصلا والكوميكس. يعني انا عايز انوع اكتر في المحتوى. محمد حمزه بيسالني بتستخدم برنامج مونتاج ايه؟ حاليا بستخدم ادوبي بريمير، بس زمان خالص يعني اول كام فيديو كده كنت بستخدم كامتيجا، بس بطلت يعني لان هو ضعيف شويه. ايه هو هدفك من القناه؟ مشاركه الناس الحاجات اللي انا بحبها. هل انت متحمس لاساسن سكريد الجايه؟ اللي جايه على طول دي اللي هي ميراج، متحمس لها جدا يعني حسب الكلام اللي سمعته عنها. بس اللي بعديها بقى اللي فيه ار بي جي والقرف ده لا الصراحه. محمود حلواني الموسيقى الكلاسيكيه بتاعتك جامده جدا، منين جايبها؟ انا مش يعني ما بحطش موسيقى كلاسيكيه كتير، يعني معظمهم بيبقى روك وهيب هوب وحاجات. بس عموما انا يعني الموسيقى اللي بحطها في الفيديوهات ببقى جايبها من الاوديو لايبراري عشان خاطر حقوق الملكيه وكده. الاوديو لايبراري دي بتبقى مكتبه كده على يوتيوب فيها موسيقى يعني رويالتي فري، يعني عادي ممكن استخدمها ما فيش مشكله. سؤال واحد بس مجنني من فتره، انت اللي عندك فيديوهات في قناه جيمز تو ايجيبت؟ يعني انا اشتغلت معاهم فتره طويله وعملت معاهم يعني فوق 80 فيديو، وهتلاقيني حاطط بلاي ليست كده لكل الفيديوهات اللي عملتها مع جيمز تو ايجيبت. في واحد بيستجري وبيسال انا خايف اسال، بس هو ايه اللي هيحصل لو ما سمعتش فيديو الاكوان المتعدده؟ البطاطس المقليه ولا المهروسه؟ هي اي بطاطس في الدنيا حلوه، بس المقليه الصراحه يعني احلى حاجه. جوست بلاير 6 بيسالني سؤالي شخصي شويه، انت كنت بتنزل مقاطع في قناه العاب تانية اللي هي جيمز تو ايجيبت، كنت بستمتع بمقاطعك لكن توقفت عن التنزيل، هل كان سبب مشاكل بينك وبين صاحب القناه؟ لا مفيش اي مشاكل بيني وبين صاحب القناه، انا بس اضطريت اسيبها عشان كنت ركزت على شغل تاني، وده برضو كان نفس السبب اللي خلاني ابعد شويه عن ستوري تايم يعني بتاع سنه كده تقريبا شبه ما كنتش بنزل خالص. هل تقرا روايات فانتازيا زي اغنيه الجليد والنار او اعمال توكين او هاري بوتر؟ انا قريتهم كلهم، مفضل عندي فيهم كلهم هو اغنيه الجليد والنار. بسام بيسالني هل برايك ميتال جير او ذا لاست اوف اس ممكن تتفوق على باي شق قصصيا؟ انا بحب ميتال جير جدا، بحب ذا لاست اوف اس جدا الجزء الاول يعني مش الجزء الثاني، بس هل ممكن تتفوق على باي شق؟ لا. عمر احمد بيسالني هل بتهمك افيشات الافلام وهل تكون سبب انك تدخل الفيلم من عدمه؟ لا خالص، عمري ما اهتميت ببوستر بتاع فيلم او حاجه زي كده. محمد طارق بيقول لي ايه رايك في عالم اساسن سكريد؟ عالم اساسن سكريد بجد عبقري، يعني على الاقل في الاول كده لما كانت القصه لسه يعني بتكشف عن نفسها انا كنت مذهول بالعبقريه دي. دلوقتي هم يوبي سوفت عماله بتحلب السلسله ودخلونا في حوارات ملهاش لازمه، بس على الاقل في الاول اساسن سكريد بجد كانت ممتازه. يوسف منصور برضو واحد من المتابعين القدام عندي بيقول لي هل جربت لعبه اندرتيل؟ جربتها، يعني حلوه ماشي، بس انا صراحة مش فاهم الجنون بتاع الناس عليها، يعني هي حلوة مش وحشة خالص. عمر هادي بيسألني هل بتسمع راب ولا لا انا ما بحبش الراب خالص. في حد بيسأل هو فينوم ليه عايز يسيطر على المدينة؟ يعني مع ان انا جاوبت على السؤال ده اجابة وافية مفصلة ودقيقة، لو عايزين تعرفوا الاجابة روحوا اتفرجوا على الفيديو ده اللي انا عملته مع لويجي. محمد مروان بيسأل انت مهندس؟ لا انا مش مهندس. هل ناوي تعمل بودكاست مع اليوتيوبرز؟ بعد ما عملت القناة الجديدة دي ممكن، يعني ده محتوى
انا مهتم بيه شويه. هترجع لفيديوهات تويلايت زون؟ حقيقي مش عارف، لان يعني الحوار الكوبي رايت كليمز ده يعني سد نفسي جامد الصراحه. انا ببقى عامل اديتنج للفيديو بشكل بيخليه فير يوز، بس هم مش مقتنعين، هم لا الكليم بيتحط وما بيردوش يشيلوه. بس يعني ممكن ارجع تاني اتكلم عن بعض الحلقات اللي انا حبيتها. يعني انت ليه قررت تحط المعايير الصعبه دي في القناه؟ المعايير دي اظن هي ساعدت ان القناه يبقى ليها هويه معينه، اظن ده بيشجع الناس اكتر ان هم يعملوا سبسكرايب. بس يعني الاوبشن بتاع ان انا اعمل قناه تانية كان دايما موجود، وانا يعني خدته مؤخرا. عمر فتحي: ازاي بتعرف تتكلم بالشكل ده من غير تلعثم وكده، واتمرنت عليها ازاي؟ لا انا بكتب سكريبت وبمشي عليه، ولو اتلخبطت بمنتجها. يعني انا مفيش حد بيعرف يتكلم يعني كل الكلام ده ورا بعضه من غير ما يتلعثم ولا اي حاجه. انا اديني بتلعثم اهو. اسمك الثلاثي وحساباتك على السوشيال ميديا وتاريخ الميلاد وكافه المعلومات. ايه ده؟ في ايه؟ اسامه بيسال: ليه مش بتعمل براندنج كويس لنفسك كانك مش مهتم ان حد يعرفك؟ يعني هو ده حقيقي، انا مش مهتم ان حد يعرفني انا كشخص، عايز الناس تستمتع بالمحتوى بتاعي وتعرف المحتوى بتاعي، انما انا شخصيا يعني عادي. ليه عمرك ما ذكرت اسمك بالمقاطع؟ احسك شخصيه غامضه. انا بس مش عارف اقوله فين في المقطع. يعني انا بتكلم عن حاجه، ايه اللي يخليني اجي في النص كده اقول انا اسمي مصطفى؟ يعني ليه؟ عمر مجدي بيسال: هل انت اوتاكو؟ الانميات الحلوه بحبها، المانجا حلوه بحبها، انما يعني انا ما عنديش اللي هو الهوس بتاع الناس اللي بيسموا نفسهم اوتاكوس، فانا مش هسمي نفسي اوتاكو. محمد ابو زيد بيسال: ما هو انطباعك عن جوزيف فارس؟ انا بحبه جدا، يعني هو اصلا بيرسونا جميله جدا في الطبيعي، واللعب بتاعته بحبها. يعني هو عمل 3 لعب انا لعبتهم هم ال3 وبحبهم جدا. اي ام ذا كاتس ويزرد بيقول لي: تحب لعبه هاف لايف 2؟ طبعا بحبها جدا، يعني واحده من العابي المفضله على الاطلاق. يعني محمد سليم بيقول لي: هل تتوقع انك راح تغير محتوى القناه الرئيسيه اللي هي ستوري تايم؟ لا انا ستوري تايم عايزها تفضل عن القصص. انا عملت القناه الجديده علشان كده بقى، عشان افتح لنفسي محتوى مختلف ومتنوع. نكتفي بالقدر ده علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. احتمال كبير ده ما يكونش اخر فيديو اسئله واجوبه هعمله، فلو السؤال بتاعك معرفتش اجاوب عليه في الفيديو ده ممكن ابقى اجاوب عليه في فيديو تاني. بالمناسبه اسم القناه الجديده الحالي اللي هو مصطفى مش الاسم النهائي بتاعها، انا عملته بس مؤقتا واحتمال اغيره في المستقبل، بس حقيقي مفيش في دماغي اي اسماء. فكروا معايا كده ممكن نسمي القناه دي ايه، وسيبوا اقتراحاتكم في التعليقات. لو وصلت لحد النقطه دي من الفيديو فشكرا جدا على المشاهده، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير.